هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبعافية. ورجعنا لكم فيديو جديد، نبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. واليوم حبايب قلبي حبيت اشارك وياكم يومنا وفيديونا، اتمنى ينال اعجابكم الفيديو ولو متأخر. هذا الفيديو مال العيد، كل عام وانتم بخير وبصحة وبعافية ان شاء الله، تحقيق الاماني. وانا مثل ما شفتوا حبايب قلبي رجله هالقد ما يحبني، جاب لي باكر من الصبح بالعيد، العالم تطلع والطوب، اني جاب لي باكر نظفتها مثل ما شفتوا كل زين، وغسلتها كل زين. وبعدين مثل ما غسلتها خليت لها شطفتها بالماء وشاهدت عليها، وبعدين خليت لها مي حار بالجدر، وبعدين فورتها فورتين منها لما ذبت الزفرة مالتها، مو كلش بيها زفرة لأن كلش غسلناها زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غسلتها وذبيت المي مالتها، فورتها وذبيت المي مالتها. وهنا راح نضيف زيت، وبعدين راح اضيف عليها احمسها، اضيف عليها الثوم، الورق غار، الهيل، فلفل شوية اسود، هاي البهارات اللي احطها، قرنفل بس، ما احط لها لا نوم بصرة، لا احط لها بهارات صفرة، تطلع كلش طيبة وشون مال المحلات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا مثل ما شفتوا حبايب قلبي خليت الباكر الزيت، وبعدين ضفت الباكر، وبعدين ضفت الثوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا انا راح اخليها تحمس حمسة خفيفة، وبعدين احضف لها المي الحار. وشونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ وان طلعتوا بالعيد لو مثلنا ما طلعتوا من الحار؟ الحمد لله والشكر. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت احمس بيها، اخليها من لما تاخذ الشقار مالتها، بعدين اضيف لها اللون، العفو اضيف لها المي الحار. مثل ما شفتوا بالبداية أهم شي سوينا الشاي، تريقنا وسويت الكليشة، ما طول عيد لازم كليشة، ما سويته هواية لأن حارة الدنيا وما صورتها وياكم. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو، ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس. شاهدوا الفيديو للأخير. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي ضفت عليها المي الحار أني محضرته، وبعدين راح اغطيها من هنا، وراح اضيف عليها الورق الغار، العفو، والهيل اهم شي. وضفت لها شوية فلفل دعابن يعني صحاح، وبعدين ضفت لها القرنفل، مو هواية، كم وحدة بس تعطيها طعم والريحة مالتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم طلعت شوي هنا زفرة، أنا ما اسميها زفرة. شوفوا حبايب قلبي هاي الدهن مالتها همينة كلها طلعتها، هذا اللي طلعت من عندها، وخليتها تفور لمدة نص ساعة. بعدين نصيت عليها وخليتها تستوي على راحتها. هسه تشوفون بالفيديو بالأخير، ولو ما واضح عندكم هسه هنا من البخار مالت الجدر مال الباكر. وهنا راح اغطيها واخليها على نار ناصية، اول مرة تفور كل زين، بعدين اخليها على نار ناصية وتستوي هي ونفسها. اللهم صل على محمد وآل محمد. واهم شي شنو ويا الباكر حبايب قلبي؟ البصل والطماطة والليمون والطرشي، هاي اهم شي وياها بالمقبلات مالتها. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو حبايب قلبي، ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، وشاهدوا الفيديو للأخير، وحطوا لنا لايك من ايدكم يشجعنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا ان شاء الله رجعت وياكم ام طيبة فيديوهاتها منوعة. انا هم هواي منزلتها الباكر، بس هذا عيدنا وياكم، حبيت اشارك وياكم. كتبوا لي بالتعليقات انتو شنو سويتوا، اللحم جابوا لكم ولا ضحيتوا؟ الحمد لله والشكر. يعني كل اللي يجي من الله نعمة.
هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي سويت البصل والطماطم وليمون همينة قسمتها، وهم راح اقسمها، والطرشي هنا همينة طلعته وبديت اقسم وياكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتبوا لي بالتعليقات حبايب قلبي هم سويتوا باكة لا بالعيد. اهم شي هاي الباكة الحلوة اهم شي تنظفيها، حتى لو تجيك منظفة لازم تنظفيها هواية مثل ما شفتوا ببداية الفيديو. ما خليت بيها شي، حتى طلعت لها جلافة جديدة وبديت اجلف بيها طلعت روحها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت اطلع الطرشي، وحضرنا الطماطة والبصل، وراح اهم شي الخبز. ما لقينا والله شوية خبز مال بيت، فيعني خبز مال معمل ولو طيب هو فاد يعني، بس خبز مال بيت يصير اطيب وياها. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي كملتها، وهاي اخر شي النوم سويته. وهنا حبايب قلبي شرائح كل شي. قلت خلنا صارت عندنا باكة جاهزة. اللهم صل على محمد حبايب قلبي ذايب بذوب مثل كملتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوها والدهن مالتها. وهنا نظفت الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح اخليها هيك لمدة 10 دقايق ربع ساعة، وراح اضيف لها هم طماطاية تعطيها طعم كلش طيب. يعني تكتكيها الطماطة وخليها بالجدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي هاي الطماطة ضفتها وخليتها بالجدر. وهنا حبايب قلبي صارت عندنا جاهزة الباكة. وهنا بدينا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت اللهم صل على محمد وآل محمد. بديت أثرد باللماعين اللي راح أصب بهن الباكة. أهم شي هذا الخبز حضرناه وخليت اللماعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو هي كلش تأخرت لأن أخذت وقت. لو عندنا بالجدر الضغط ما تاخذ ساعة واحدة. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت أثرد بيها. أنا أسويها على أيام زمان، يعني أخذت إيدي على هاي الطريقة لأن هم يعني يعني رجلي متعلم عليها هيك. لا يحطوا لها نوم بصرة ولا يحطوا لها بهارات صفرة، تطلع كلش طيبة عبالك مال المطاعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهاي حبايب قلبي شوفوا شلون مالتها العظامة وشلون مستوية عبالك حلقومة. ما شفتوا حبايب قلبي مستوية استواء، طالع العظام مالتها. وراح اصبها انا وياكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتمنى تجربيها وتستفادين من عندنا. وحبيت اشارك وياكم غدانا ولو ما اعلمكم، كلكم نادرات وستات بيوت. وهنا مثل ما شفتوا خلصنا الباكة حبايب قلبي. وراح اصبها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس شنو هنا أنا يعني تعبت كلش بيها. من عندكم لايك حلو. قلت له رجلك واحد يجيب هدية بالعيد باكة جيب لنا لحم. قال هاي اللي وزعوها وطوني حصتي باكة لأن يعرفوني أحب الباكة. هو كل شي يحبها، فالحمد لله والشكر. ما حبيت أكسر، قال عوفيها بس أنا ما حبيت أكسر بخاطره، فسويت لها الأكلة اللي يحبها. شوفوا شلون القرعان مالاتها ذايبة ذوب والباكة كلش ذايبة ذوب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا صبيتها على صفحة وبديت أصب بالطوس، يعني ثردت بيهن أنقعهن بالمي مال الباكة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو حبايب قلبي مثل ما شفتوا. ولو الصوت مالتي مو واضح فشاهدوا الفيديو للأخير الفيديو، لأنه كل ما أريد أسجل الفيديو قاعدة يعني بكون على الشارع والسيارات والهوسة فما يصير واضح. أعتذر منكم حبايب قلبي. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بدينا نصب والحمد لله والشكر. وكانت يوم حلو وعيدكم مبارك حبايب قلبي علينا وعليكم. وهذا كان غدانا حبايب قلبي. واللي ما يحب الباكة ما يشوف الفيديو. شوف شلون ذايبة ذوب. وهاي ايد زيونة. الله يخليكم جهالكم امين يا رب العالمين. وكان فيديو كلش متعب الحمد لله والشكر. لا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس وشاهدوا الفيديو للأخير. وشوفوا شلون ذايبة ذوب مثل ما شفتوا حبايب قلبي. حبيت أشارك وياكم فيديونا ويومنا وأشوفكم في فيديو جديد.